بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الوصفة ديال هذا النهار حريشات، عجينة وحدة كتخرجوا منها جوج أشكال، تقدروا تخرجوا منها حتى ثلاثة على حسب شنو بغيتوا. الكمية بسيطة، ما فيهاش قوام كتير، ولكن كتعطي واحد النتيجة زوينة. حريشات رطبين ومعلكين هانتوما كتشوفوا وزوينين. ما نطولش عليكم، يلا بينا الوصفه وتشوفوا وتفرجوا فيها بالديتاي باش ما تفلت لكم حتى حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير اللي عندنا كاس الا ربع د العنبه ديال الزيت، وقدو ديال السكر، والسكر كيبقى اختياري، كل واحد يدير القياس اللي بغا. عندنا كاس ديال الحليب مع كاس ديال الياغورت طبيعي. غادي نديرو لافاني، عندنا واحد القبصه د الملحه، عندنا جوج خمارات د الحلوى، عندنا واحد 3 ولا 4 د المعالق ديال الكوكس، بقى اختياري، ولا كاس. غادي ندير 2 كيسان ديال السميده ديال العنبه، ملي نجي نديرهم غادي نعبرهم معكم، وبيضه. عندي واحد 2 معالق ديال النافع وحبه حلاوه، وعندي واحد 2 معالق ولا 3 ديال الفيرميسيل. نبداو على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنديروها هي مليحه باش ما نساوهاش. غندير البيضه، غندير السكر، غادي نحركهم، غندير الزيت والحليب. ندير الزيت هو الاول، من بعد ندير الحليب. ندير تدريجي بحال الشكل ديال الكيكه. وغندير العلبه ديال الياغورت طبيعي، ممكن ديروا لافاني الا كنتو باغيين ديروها. المهم غنديروها حلوه، غيديروا لافاني، ماشي ضروري يكون مسوس، غير هو الا درتوه حلو تقادوا الحلاوه باش ما يجيش حلو بزاف. في هذه المرحله هذه كنزيدوا السميده. هذا الكاس الاول، الكاس ديال السميده كتهز، هذا الكاس العنبه كتهز 100، كتهز 110 بحال تقريبا بحال الفينو، حتى الفينو كيهز 110 فورس. الا عمرتيه كيهز 100 غرام، يعني دابا لحد الان راح دايرين 100 غرام، 110. في هذه المرحله غنزيد الكوك قبل ما نزيد الكاس الثاني، باش نشوف واش غادي يشرب، حيت الكوك عندي زوين ميدم، ولكن هانتوما، ولكن رغم ذلك الواحد كيدير الاحتياط، ماشي دائما الكوك بحال. نحركوه باش نعرفوا القياس ديال السميده اللي غنزيدو، يعني ماشي تجيو ديروا السميده ديريكت. حنا عندنا 2 كيسان، ولكن الكوك ما عرفت الا كان ناشف راه كيشرب. غادي نزيد الكاس الثاني وبالتدريج، ما غنزيدوش دقه واحده. ها هو الكاس الثاني، وغنزيد النص، وغنزيد الخميره باش ما ننساهاش، 2 خميرات. وانا كنحرك وانا كنشوف، لان مازال غتزيد تشرب، خاصنيش تولي حجره. غادي نزيد صافي، غتهز يمكن نيشان. كيكون الكوك مزيان، راه ما كيتشربش بزاف السوائل، لانه اصلا كيكون ميدم. نخليوه واحد شويه تشرب شويه ونرجعو. في هذه المرحله غادي نقسمو على 2، نص غادي نخليه هنا، ونص غادي نكبوه في، غادي نقسمو، غادي ندير نص هنا ونص غادي نخليه.
راه مازال ما شربتش مزيان. غندير جوج اشكال. واحد غنزيد ليه النافع والزريره، النافع والزنجلان، وغندير ليه واحد المعلقه صغيره ديال الماء الزهر باش نسمو. هاد المزهر عندي انا زوين، اللي مبغاش يدير غير لافاني. غير هاد الطريقه التقليديه كنا كنديرو حنا اصلا. هاد الحرشه كنا كنديروها هكذا، كنديروها بالنافع. زمان كنا كنديرهم هكذا، كنا كنديرهم غير بالماء، ما كنديروا لهم لا كنديروا الخميره المعجونه، ما كنديروهمش حريشات صغيورين، كنديرهم حرشه كبيره وكنقطعوها طريفات، اما ندخلوها للفران واما كنقليوها في الزيت، كنديروا فيها الخميره المعجونه وكنخليوها كتخمر. هذه هي الطريقه التقليديه ديال زمان. دابا حنا ولينا نديرو حريشات صغيرين. هذا الشكل هكذا، وهذا الشكل هذا غندير فيه الشوكولا فيرميسيل. حتى هو غادي نخلطو. نخليها تزيد تشرب شويش، راه مازال شويه جاريه. اللي بغى تقدروا تزيدوا فيه واحد المعلقه ديال الطحين ديال فورس ونرجعوا معكم. خليوها تشرب شويه ورجعوا. اول وحده غندير السميده ونخلط معها شويه د الكوك. هادو فاش غادي نفند دوك الحريشات. غنهز ندير كويره، ديروا عينكم ميزانكم. المهم قياس الا بغيتو توزنوا راه 30 غرام، بحال غديروا الحرشه في المقله. غادي نحطوهم في الطاوه ونمشيو هكذا كاملين على هذا الشكل حتى غادي نساليوهم ونرجعوا للاخرين. من الاحسن تكون رطبه باش تقدر تبات لكم غدا ولا بعد. تقدروا ديروا الماء في بلاصه الحليب، غير هو دائما انا قلت لكم الحليب كيخلي الحاجه رطبه مده ديال يومين و 3 ايام، بحال لي بريوش كلشي والعجينه. بينما الماء كينشفو كتولي شويه الحاجه قاصحه. تقدروا ديروا البرتقال، تقدروا ديروا عصير الحامض. غير الحامض ما ديروش الكاس، ديروا غير واحد ربيع كاس وزيدوا ليه الماء. والحامض حامض بزاف وغادي يعطي واحد المذاق جهد. نساليوهم ونرجعوا معكم باش ما نطولوش الفيديو. الثانيين هادو كندوزوهم غير في السميده، ممكن ديروهم في الكوك. كتعبروا غير بيديكم نفس القياس اللي درتو المره الاولى ديروه المره الثانيه وصافي. الا شفتو ثقيله ولا كبيره قادو. المهم تيبقى لكم نتوما تقادوا عينكم ميزانكم، راه مازال غادي يكبروا. مازال غادي يكبروا على هكذا، غادي يتنفخوا ويكبروا. ها فيهم الخميره. نساليو ونرجعوا معكم. ثم بعد ما ساليناهم غنديو بالفران، غندخلوهم واحد 2 دقائق لتحت. الفران راه شاعل، غيتشقوا نطلعوهم الفوق يطيبوا على خاطرهم. بعد ما خرجوا من الفران وهما مازالين سخان، ثم خصهم يتحمروا مزيان. ندير لي بالشوكولاط حمرهم مزيان، ديروهم في الفران لتحت حتى يتشقوا. طلعوهم ديروا العافيه مهيله وطيبوهم على خاطرهم، خليهم يطيبوا مزيان. راه كيشدوا شويه د الوقت، تقريبا شي 20 دقيقه. الفران ديال الضو غتشعلوا الفوق والتحت، غديروا 160 درجه، ما ديروش 180 باش ما يقصحوش. الفران ديال الغاز ديروا بحال غطيبوا الكيكه، هبطوهم ديروه لتحت. كل فران سخون ديروهم لتحت يتشقوا واحد المده ديال 3 ولا 4 ديال الدقائق. غتهزوهم طلعوهم من الفوق وتخليهم على عافيه مهيله ديال تقريبا بحال كطيبي كيكه. يطيبوا مزيان يتحمروا من التحت. الا شفتوهم مازالين بويض من الفوق وتحمروا مزيان من التحت، كتهودوهم من التحت وتخليهم تشوفوا كتشعلوا عليهم العافيه من الفوق وتخليهم يتحمروا بشويه عيام. الوصفه ديالنا هي هذه، حريشات
في الفران كيجيو شهوه منهم هانتوما، رطبين ومعلكين. ما شهيتكمش. الوصفه ديالنا هي هذه. ما تنساوش تضغطوا على زر لايك وتبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء ديالكم، واللي ما اشتركش يزيد يشترك. وتنشكروا اللي مشتركين. والوصفه ديالنا نتمنى انها تكون خفيفه وسهله على قلبكم، وتفرجوا فيها من الاول حتى الاخر باش ما يفوتكمش لي ديتاي. واللي مازال مشتركش يشترك. والكومونتيرات ديالكم كي دائما تيشجعونا، تيخليونا اننا نستمروا. وباش ما نطولش عليكم، الى وصفه جديده ان شاء الله الرحمن الرحيم.